بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وفي احسن الاحوال. احنا النهاردة هنعمل فراخ مشوية بس بطريقتي وتكاتي. اول حاجة احط في الخلاط لبن رايب وشوية زيت صغيرين وطماطم وبصل. اوكي، وهنحط البهارات وكل حاجة في الخلاط يعني عشان نسهل على نفسنا كل حاجة. انا دايما كل شغلي بالخلاط. اول حاجة احط فلفل اسمر، وبعدين جنزبيل بودر، وبعدين هنحط شوية عسل عشان الفراخ تبقى حلوة وطرية. وبصي العسل بيخليها جميلة. في ناس بتعملها بالعسل بس والبهارات، بس انا حبيت احط البصل والطماطم معاه عشان بيبقى احلى يعني. نستفيد، يبقى الاكلة فيها فايدة وصحية يعني. خلاص، هنحط صويا صوص وهنعصر ليمون. بس كده، بعدين هنضربهم في الخلاط ضربا مبرحا. لازم تبقى ناعمة قوي عشان نتبل الفراخ تكون احلى يعني. انا في الوقت ده كنت ناقعة الفراخ. في البداية حطيت لها المحلول بتاعها، ال- الملح والسكر، وحطيته ايه شوية يعني ساعتين تقريبا. وبعد كده غسلتها بالدقيق. بعدين حطيت فلفل اسمر عليها، اتبلها شويه ملح صغنطاطين يعني، اعمل لها مساج هي من جواها الفراخ نفسها قبل ما احط التتبيله عليها. المفروض التتبيله تقعد وقت كتير عليها، بس انا ما كانش عندي وقت يعني، كنت مستعجله. وحطيت بطاطس تحت الفراخ علشان ما تتلساش ولا تلزق في الصينيه ولا اي حاجه يعني. وبعدين هنا بيحب البطاطس جوه الفراخ قوي. هي مش صينيه بطاطس، هي بطاطس انا حطاها تحتها، مش صينيه البطاطس اللي بالفراخ. هي الفراخ اصلا مشويه. خلاص، بعدين هنجيب الخلطة اللي احنا عملناها. حطيت عليها شوية ملح تاني، حسيت انها محتاجة ملح تاني. وبعدين هحطها على الفراخ. برضه انا عاملة مساج الفراخ عشان تبقى طرية، يبقى احلى، يبقى الخلطة جواها كلها. اوكي، صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. صلوا على النبي كتير. كل اللي نفسكم فيه ربنا سبحانه وتعالى هيديهولكم. كده خلاص، ظبطنا الصينية. وانا مشغله الفرن، فرن البيت العادي. انا مشغله فرن البوتاجاز العادي، مشغلاه على درجه حراره وسط. هنحطها تحت ومش هنعلي النار علشان تستوي الفراخ. وحطيت عليها شويه ميه صغيرين سخنه عشان برضو يعني تكون احسن وتستوي. والمفروض ان انا احط ورق زبده واغطيها بالفويل من فوق، بس انا للاسف ما كانش عندي فويل. هعمل كمان جنبها مكرونه سباكيتي، مكرونه عاديه. عارفه كلكم شطرات وبتعملوا المكرونه صح وكل حاجه. هنحط في الخلاط طماطم، و يعني نص قرن فلفل اخضر، وفلفل احمر وتوم. ده في الخلاط. وبرضه لازم يكون ناعم قوي علشان تبقى الطماطم تبقى المكرونه حلوه يعني. المفروض برضه تتصفى، بس انا ما بحبش اصفيها. هتبقى يعني مع المكرونه لازم بننشف التسبيكه قوي عشان المكرونه تطلع حلوه وحمرا. احلفكم بالله تدعي لامي بالرحمه يعني، وتكملوا الفيديو معايا وتدوني لايك عشان استمر معاكم ان شاء الله. انا صفيت المكرونه خلاص، واحط حته سمنه صغيره مش كبيره. ولازم زيت علشان الزيت برضو بيخلي المكرونه حلوه ما تلزقش في بعضها. وحطينا الطماطم. طبعا لازم نحط كمان شويه ميه في الخلاط ونحط الطماطم يعني، حرام، نعمه ربنا. خلاص، وبعدين حطيت فلفل اسمر وشويه سكر، وبنقلبها كويس بعد ما حطيت الفلفل الاسمر وملح وشويه سكر عشان يعادل ما يبقاش فيه حموضه يعني في الاكل. وخلاص خلصنا المكرونه. وبعد ما اتسبكت قوي حطيت المكرونه وقلبتها، بس الكاميرا ما كانتش بتصور الوقت ده. بعدين حطيت الفراخ تحت في الفرن زي ما قلت حوالي ساعه الا ربع،
وبعدين عشان اطلعها تحت الشوايه حطيت لها صوص الريزو وشويه زيت صغيرين بالبخاخ بتاع الاير فراير، يعني ما كترت الزيت. ده صوص الريزو بيديها طعم جميل جدا 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 ولون جميل. انا بتكلم عشان احنا طبعا كلنا وخلصنا، احلى طعم والله العظيم. جربوا بنفس الطريقه والتكات دي هتبقى جميله جدا وبتسهل. وفي رمضان ان شاء الله ربنا يبلغنا جميعا رمضان هسهلها عليكم قوي باذن الله. يعني خلاص تغسلي الفراخ كويس وتحطيها في الفرن تحتها كام بطاطسايه عشان ما تلزقش، تبقى جميله وطعمها جميل وبالهنا والشفا. بس اهم حاجه محلول النقع بتاع الفراخ اللي في الاول، ملح وسكر، وتسيبوها شويه ساعتين تقريبا، بعد كده تتغسل بالدقيق. دي الفراخ بعد ما طلعت والله جميله، وبصوا طعمها جميل قوي. خلاص دوت كان الغدا بتاعنا، الفراخ، المكرونه، بطاطس محمره، والزيتون بس لسه مطلعتوش، اطلعه في رمضان وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو للمخللات عشان رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، فاقدين ولا مفقودين يا رب ان شاء الله. كل عام وانتم بخير تاني يا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد. يا رب يكون الاكل النهارده عجبكم، يا رب وتجربوه وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات ان شاء الله. واحلفكم بالله تكملوا الفيديو للاخر برضه تقولوا لي كومنت حلو. السلام عليكم.